عزيزي المشاهد، حاجة بتحصل لأول مرة في التاريخ. حاجة بتحصل لأول مرة في التاريخ، خبر لأول مرة في التاريخ هتسمعه. حاجة كده خبرين لأول مرة في التاريخ هتسمعهم. يخص ماتش الأهلي وسيمبا النهاردة اللي هو كمان كام ساعة، الله أعلم أنت بتشوف الفيديو ده إمتى. عزيزي المشاهد، مش كارثة بكل المقاييس، ولكن هي حاجة مبهجة بكل المقاييس. انتشر على السوشيال ميديا أخبار والله العظيم حتى لو مش حقيقية لحلفت إن أنا طالع أتكلم عنها. والله حتى لو مش حقيقية لا أطلع أروج لها وأتكلم عنها على أساس إنها حقيقية، ولكن بإذن واحد أحد تطلع حقيقية. ولكن باذن واحد احد، بعونك يا رب تطلع حقيقيه باذن الله. لو ما فكر الاستاذ يوتيوب ان هو لما يمنع فيديوهاتي انها تتشاف من قناه كانت بتجيب عدد مشاهدات في اليوم 80,000 مشاهده في اليوم، لانها توصل بيها الحال ل6 7,000 مشاهده في اليوم، اقسم بالله على قد ما صعب عليا مجهودي وتعبي وشقايا وشغلي، ولكن اقسم بالله في ده فلسطين. اقسم بالله العظيم لو مفكر ان انت هتخليني ما اقولش فلسطين في فيديوهاتي علشان فيديوهاتي ترجع تجيب مشاهدات تاني، فيك انت والمشاهدات. ماشي عزيزي المشاهد، بكل بقى لا كنت لسه اقولك بكل حياديه. انا مش هكلمك بحياديه علشان الحياديه دي ما اتعملتش للي زيي. خلي حد تاني يبقى حيادي، انا مش محمد صلاح عشان احايد. انا هكلمك بكل وضوح وبكل اريحيه. عزيزي المشاهد، هنتكلم عن خبرين اقسم بالله العظيم، يعني حاجه كده تقشعر لها الابدان. عزيزي المشاهد، ركز معايا في كل اللي جاي. اتمنى ان انت تقف معايا عندن في اخوك اليوتيوب وفي خوارزمياته تعملوا لايك على الفيديو ده وتعملوا كومنت وشير على الفيديو ده علشان يوصل لكل الناس، علشان انتوا كلكم بقيتوا عارفين دلوقتي وبكل وضوح ان اليوتيوب او اي منصة تانية بتقول عليها اسم دولة فلسطين وبتتعاطف في الفيديو بتاعك مع اخواتنا وشعبنا في فلسطين، كلنا عارفين مصير الفيديو ده بيبقى في الزبالة ومحدش بيشوفه الا 3-4 آلاف مشاهد. ولكن اقسم لك بالله العظيم ولا يعنيني بشيء، ولكن انا نفسي ان انتوا تقفوا معايا كده ونعمل لايكات على الفيديو ده ونشيره. بقول لك ايه، ولا تعمل لايكات ولا تعمل شير، واحنا لا ولا تعمل لايكات ولا تعمل شير، لحسن يعدي واحد اهبل يقول لك ده بيتاجر بالقضيه ولا حاجه تبقى مصيبه. انا اللي بقول لك ما تعملش حاجه، ما تعملش لايك ولا تعمل كومنت ولا تعمل شير ولا تعمل اي حاجه، عشان مش ده الغرضي. مش غرضي الاول والاخير من الفيديو ده خالص، ولا كان يمت باي حاجه جوايا ان ده يبقى غرضي في الفيديو ده والله العظيم، ولكن كان غرضي الوحيد ان كل الناس تسمع كلمه الحق، وكل الناس تعرف ان في واحد زيي مش خايف ان مشاهداته تقل وان فلوسه تقل وان ارباحه تقل وان اكل عيشه يتقطع لمجرد ان هو بيساند اخواتنا في فلسطين. طز فيكم وفي مشاهداتكم. ماشي يا عم يوتيوب، ارتحت كده كل وضوح يا بيه. المهم عزيزي المشاهد، ركز معايا في كل اللي هقوله لك. النادي الاهلي وسيمبا النهارده كمان كام ساعه، ماتش الاهلي وسيمبا اللي كان المفروض ان يبقى الحضور الجماهيري فيه 30,000 مشجع. 30,000 مشجع تمت الموافقة فيه على 70,000 مشجع، وهي الساعة الكاملة للاستاد. 70,000 مشجع أهلاوي، ربنا يكون في عون سيمبا، ربنا يكون في عون لعيبته. ما بالك دول ب5-6 آلاف بيولعوا الدنيا، امال بقى وهم 70,000 هيعملوا فينا ايه؟ ده هتبقى مصيبة. عزيزي المشاهد، لو مفكر ان ال70,000 اللي رايحين بكرة دول رايحين بس علشان يساندوا النادي الاهلي، لا تبقى غلطان. 70,000 اللي رايحين بكرة دول رايحين يقولوا كلمة محزوقة في زورنا كلنا، رايحين يقفوا جنب اخواتنا واللي بيحصل في اخواتنا في فلسطين. وانا مش خايف يا يوتيوب وانا بقول فلسطين اهو، فلسطين عادي جدا. المهم عزيزي المشاهد، لو انت صانع محتوى وبتتفرج عليا، اتمنى ان انت ما تخافش تقول كلمة حق وما تقولش انا في الفيديو اللي فات ما قلتش كلمة فلسطين. عزيزي المشاهد، ما تخافش من حاجة، قول كلمة الحق لو على رقبتك، وانا ندمان ان انا عملت كده. المهم عزيزي المشاهد،
جماهير النادي الاهلي والزمالك هيروحوا الماتش. دي الاخبار اللي منتشره على السوشيال ميديا، وحلفت ان هي والله حتى لو اخبار مش حقيقيه لا اطلع اتكلم عنها وانصرها والله العظيم. قال لك ان في 50,000 مشجع من جماهير النادي الاهلي و20,000 مشجع من جماهير نادي الزمالك، وهتبقى رساله لكل الشعوب العربيه ولكل شعوب العالم ان اكتر جماهير ناديين في العالم بيتخانقوا مع بعض وبيشتموا بعض وبيعملوا في بعض وبيسووا في بعض وبيحفلوا على بعض، الجماهيرين هيكونوا موجودين بيشجعوا بلد واحدة وفريق واحد وعلم واحد هيترفع، هو علم فلسطين. انت متخيل المصريين بيعملوا ايه؟ والله العظيم بقولها لك وبكل فخر، اقسم بالله العظيم بقولها لك وبكل فخر. الحمد لله يا رب ان انا مصري، والله العظيم الحمد لله ان انا مصري. وكل الناس مشيله مصر الربا. اعملي يا مصر، تعال اعمل انت يا اخويا، تعال اعمل انت يا اخويا، يا اللي بتتكلم وتلاقي بلاد جنبك شعوبها طالعه تشتم وتعمل، وهي بلدهم اصلا فيها قواعد عسكريه لبلاد اول بلاد هيضربونا لو عملنا حاجه يعني منتهى البيبي، ومحدش فاهم حاجه، محدش حضر يوم من ايام الحرب وكله. روح يلا دمر الدنيا يا ري، دمر الدنيا ايه يا اهوج يا متسرع، صلى على النبي. المهم عليه افضل الصلاه والسلام. عزيزي المشاهد، هيكونوا جماهير النادي الاهلي والزمالك جنبا الى جنبا في مباراه سيمبا التنزاني بكره في القاهره. بكره ايه، النهارده في القاهره، النهارده. عزيزي المشاهد، اخبار عن رابطه مشجعي النادي الاهلي بتوزيع 30,000 علم فلسطيني في مدرجات النادي الاهلي. انا متاكد ان مباراه النادي الاهلي بكره دي هيحصل فيها حدث العالم كله هيتكلم عنه. ما انت لك ان تتخيل 70,000 مشجع، 70,000 مشجع ما بيهتفوش الا باسم حاجه واحده بس، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. مش هتسمع كلمه تانية يا عزيزي، ما تخافش يعني، فكك. يا رب تشوف الفيديو ده، يا رب الفيديو ده يوصل لكم، يا رب كل الناس تشوف الفيديو ده، يا رب ما يمنعوا الفيديو ده عن حد، يا رب كل الناس تعرف موقفنا ورأينا. المهم عزيزي المشاهد، ركز في كل اللي هقوله لك. يمكن فيديو النهارده مش كروي، ولا بنتكلم فيه عن حاجات كرويه، ولا بنتكلم فيه عن الدوري المصري ولا المباريات ولا الماتشات، ولكن اوعدك بعد مباراه الاهلي وسيمبا هيكون في ماتش، هيكون في فيديو هنتكلم فيه عن الماتش وعن احداثه وعن اللي هيحصل في الماتش وفوز النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه، ولكن فيديو النهارده او الفيديو ده كان لازم نقول فيه الحاجات الكام كلمه اللي اتكلمنا عنهم، من ضمن يعني حاجه كده حابين نتكلم عنها من ضمن الاخوه والتوحيد اللي حصل. عزيزي المشاهد، في اخبار منتشره ان الكابتن محمود الخطيب هيكون بزياره نادي الزمالك لتهنئه الكابتن حسين لبيب بفوزه برئاسه نادي الزمالك. انت متخيل احنا بقينا متماسكين ازاي؟ انت الخبر ده لو كان انا ممكن اصدقه عادي، مفيش صحه للخبر ده، ولكن انا ممكن اصدقه عادي، زي ما كناش مصدقين ان الخطيب بعت جواب تهنئه لحسين لبيب وبعت باقه ورد، وطلع فعلا بعت جواب تهنئه وباقه ورد لنادي الزمالك. ما تستبعدش ان الخطيب يزور نادي الزمالك وان حسين لبيب يزور النادي الاهلي، ما تستبعدش ده خالص. عزيزي المشاهد، احنا بنبقى في وقت الجد رجاله قوي يعني، ما يهمكش. يمكن ده ملوش علاقه بقضيتنا الفلسطينيه، ولكن دي حاجه تاكد لك ان احنا طول ما احنا يعني بنحب نبقى اخوات، هنبقى اخوات في ثانيه، في ثانيه. فكك الشعب المصري ده ما تعرفش تفككه، ده شعب ابن لذينه، ده احنا فظاع، ربنا يكفيك شرنا، والله العظيم 3 ربنا يكفيك شرنا ويكفيك شر قلبتنا. ده احنا يعني احنا ما حصلناش، هتشوف ناس ما حصلتش قبل كده. ولكن عزيزي المشاهد، نتمنى من الله ان مشكله اخواتنا الفلسطينيين تتحل وفي اسرع وقت، وربنا يجيب لهم القصاص كده في ساعتها، ربنا يجيب لهم القصاص كده في ساعتها في لحظتها باذن الله يا رب، باذن الله. انا عارف ان زمن المعجزات انتهى، انا عارف ان زمن المعجزات انتهى خلاص بعد يعني، ولكن يا رب انت قادر على كل شيء، انت قادر على كل شيء يا رب. لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تزور في لايك، تكتب كومنت، تقول رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليها فيها. بس يا سيدي كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.